السلام عليكم من قناة سمسمة ومعلوماتها. اهلا بيكم. يلا النهاردة ونشوف هنعمل ايه. الناس اللي بتحب تكون عضلات لجسمها، تعالوا شوفوا الاكلات الصحية ايه هي. هتاكل الشوفان مع البروتينات، هتاكل كمان الفراخ ومعاها طبق رز ويكون بالزبدة. هناكل كمان اللحمة مع الخبز الأسمر، وهناخد كمان معاه طبق سلطة. هنخش بعد كده على الأكل التاني، وهو البيض وكمان البطاطا المشوية. دي للناس اللي بتحب تكون عضلات سليمة. وتقسمت الأكلات كمان إلى 3 أنواع: أطعمة غنية بالبروتين زي السمك والفراخ والزبادي وكمان البيض، واخرهم الجبنة البيضة. ديت أطعمة غنية بالبروتين. نخش على أطعمة غنية بالكربوهيدرات زي البطاطا أو البطاطس، الموز وطبعا فيه بوتاسيوم حلو جدا، وكمان الشوفان والرز زي ما قلنا قبل كده. هنخش على الأطعمة الغنية بالدهون، والدهون هتبقى دهون صحية زي المكسرات بأنواعها، الأفوكاتو ودوت على فكرة نباتي، دهون نباتية، وبذور الشيا مهمة جدا للجسم والعظم وكل الأجزاء الجسم، وزيت الزيتون. مش معنى انك انت هتعمل عضلات لجسمك فبتعملها بشكل بشع. حاول ان انت تعمل العضلات بشكل متناسق مع جسمك، وفي نفس الوقت كمان العضلات مهمة جدا لعملية رفع الحاجات، وانها بتصلب العمود الفقري وبتخلي شكلك حلو. لو عجبتك المعلومة يلا لايك وشير واكسبلور وشير الفيديو، وفيد واستفيد، وزي ما فدت نفسك فيد غيرك. دمتم في رعاية الله وأمنه، وسلام.